نازلة فزعة على بيي. أنا وظيفتي بالحياة جلاية. يعني عيط لماما يا ماما قوي قلبك قصيلي شعري. بلشت نزل فيديوهات على هيدي القناة بلا ما أعطيكن انترو انه انا مين. هلا في احتمال تكونوا عم بتتابعوني من لما بلشت من 12 سنة تقريبا. هلا انا تركت كم فيديو من فيديوهات القدام بس لحتى اذا حابين تشوفوا كيف كان معي كونتنت من قبل. هلا ما كان هالكونتنت القوي ولا شي بس انه اذا حابين تشوفوا. اسمي توما اللي هو نيك نيم فاطمة اللي هو نيك نيم الاسم الأساسي اللي هو فاطمة. بس ما حدا بعيطلي بهذا الاسم مش لأني ما بحبه بس لأنه نحن بالعائلة 9 فاطمات. أوكي يعني كل عائلة بيي اللي ما تجوزوا وحدة اسمها فاطمة سموا بنتهم فاطمة. خلقانة بكندا وعشت طول حياتي هون. عملت ماي ماستر بلندن. كتير بحب على لندن. عمري 30 سنة which is crazy. لما بلشت هيدا القناة كان عمري 17 سنة. كنت بعدني فايتة على الجامعة. كنت بين الهاي سكول والجامعة في هيدا الكم شهر. كنت قاعدة بالبيت زهقانة قلت أنا هيك لأعمل يوتيوب لأنه كتير بحب أحضر. فأنا من النوع اللي لما بشوف شي بحبه بحب إني أنا أجربه. هلا صح أنا خلقانة وعايشة طول حياتي بكندا. في عالم بتستغرب إنه ليه بحكي عربي. هلا هو للصراحة I think كل شي بيرجع للأهل. يعني أنا أهلي كتير ركوا علينا إنه نحكي عربي. فحتى بيت جدي كنا ممنوع نحكي إنجليزي ببيت جدي. باي ذا واي أنا عائلة ماما كلها هون. اخواتها أهلها تيتا الله يرحمها كانت هون. خوالها خالاتها ستة الله يرحمها كمان كانت هون. يعني صارلن I think عائلة ماما صارلن شي 50 سنة هون. ونحن وصغار كنا كتير نحضر برامج بالعربي. يعني وصلنا لمرحلة إنه خيي كان يحكي سوري قد ما كنا نحضر أنا وياه جنب الغناء. يعني عيط لماما يا ماما. كل نهار سبت كنا نروح على مدرسة عربي وبعدين صرنا نروح عند معلمة عربي بالبيت. وثائبت إنه معلمة العربي هي عمة أمه للمحروس اللي هو خطيبة. بالجامعة درست حقوق. ماي باتشلر كانت بالحقوق. كان عندي اختصاصين اللي هن قانون دولي حقوق إنسان. كمان عملت ماينر بالميوزيكولوجي. أنا كتير بحب الموسيقى. and then بالماستر كمان عملت قانون دولي. وظيفتي بكتب قوانين. في كتير عالم ما كتير بيستوعبوا إنه كيف يعني بتكتب بقوانين. أنا بكتب قوانين. أول شغل إجاني من لما خلصت من الماستر هو كنت عم بكتب قانون للرئيس ترودو رئيس كندا. ما كنت عارفة إن أنا عم بكتب قانون لإله. كانوا كتير سريين على الموضوع فما عرفت إلا لحتى حكيوا عنها بالأخبار. عطيت للمانجر إنه ليكوا حكيوا عنها بالأخبار. فتحت المقال and I was like أنا عم بكتب هذا القانون اللي عم ياخد كل الضجة. بس هذا الشي كتير ساعدني بماي كارير. بعد منه صرت أشتغل بقوانين الطيران. ما قدمت عليه لهذا الشغل. هن طلبوني. كتابة القوانين هي it's a formula. حتى لو أنا ما بعرف شي عن الطيران بس كنت قادرة أكتب القوانين. بعرف كيف أكتب إنه القانون عن شو عم يحكي وعن مين بيتطبق وكيف بيتطبق. كتير بحب التاريخ. يعني أنا أصلا ليه فتت بمجال القوانين هو لأنه كنت بالهاي سكول وكان عندي أستاذ كتير بحبه كان يعلمني تاريخ. السمستر اللي بعده قلت له أنت شو رح تعلم بأي صف؟ قال لي في تاريخ بس أنت آخر صيف ما فيك تجتهدي. رح أعلم صف حقوق. طلعت هيك إنه حقوق ما كتير كان عجبتني الفكرة. بس أنا لأني حبيته للأستاذ هالقد أنا باخد الصف كرمال الأستاذ. أنا بس فت على الصف اكتشفت إن أنا بالعكس كتير بحب الحقوق. بس أنا كنت عارفة من الأساس أنا ما بدي أكون محامية. وأتنك هذا الشي كتير في عالم بيستصعبوا على الفكرة إنه اللي عم تدرسي حقوق بس ما بدي تكوني محامية. أنا درست حقوق لأني أنا بدي أكتب القوانين. ما بدي دافع عن القوانين أو نفذ القوانين. أنا بدي أكتبهم. أنا بدي أكون الأساس. هلا أنا خاطبة بأيلول 2023 خطبت. كان عرسي المفروض يكون بأيلول 2024 بس عرسي كان بلبنان. وإذا بتعرفوا عن شو صار بلبنان أيلول 2024 بتعرفوا اللي التغى. سألت على الانستا إنه شو في عندكم أسئلة. I think 3/4 الأسئلة بس كانوا على العرس إنه شو صار بعرسك. فرح لكم من هلا إنه ما صار شي العرس. أنا عملت أول عرس حضرت له التغى. حضرت للتاني والتغى. بلشت حضر للتالت وحتى ما نفذت شي and then ما مشي الحال. آخر شي قررت إنه بدي وقف. عش بدي عتك لأنه كل مرة كنت عم بحضر العرس كنت كتير عم بتحمس. وبتعرفوا إنه شي طبيعي إنه الواحد يتحمس لعرسه والتحضيرات وكل هالتفاصيل. وبس يلتغى وقع بكآبة. كآبة يعني أوقات أقعد شهر شهرين مالي خلق على حدا مالي خلق على حالي. فقررت إنه رح أعمل باوز على الموضوع حتى ما أرجع أوعد حالي بشي وما يصير. فناطرة هلا إن شاء الله لا يمشي حال الوضع بلبنان. يمشي حال الوضع. في كتير عم بيقولوا انه ما في شي رح يمشي حال وحيضلوا هيك whatever. انا على القليله مينيموم بس انه يكون في وقفه للنار. مش كل يوم يكونوا عم بيكسفوا على الجنوب. هيدا اهم شي. انا كجنوبيه هيدا اهم شي بالنسبه لي. هلا ما بعتقد رح ارجع اعمل عرس كبير مثل ما كنت مخطط له اول مره.
وتاني مرة إذا رح أعمل عرس بلبنان ما رح يكون العرس الأساسي اللي هو كان العرس الكبير المطنطن الفرقع ولا entertainment أتيك رح يكون بس هيك إنه عشا صغير مع أقرب الناس إلي افرح أنا وياهم. ليه أنا مش عايشة بأمريكا بعد؟ أنا خطيبة أمريكاني باي ذا واي، كل ورائي تعركلوا. أنا فكرت أنا ككندية كتير رح تكون هينة وكتير رح تكون مسهلة ودغري بروح، وأصلا ككندية كان في عيش بأمريكا 6 شهور من السنة عادي ما حدا بيسألني شي. بس لما إجا الرئيس الجديد غير هالقوانين عدولة صار ما في عاد إلا شهر واحد. قلت أنا خلص بقعد هون بكندا بيت أهلي بنطر لحتى يخلصوا ورائي يطلع لي معي جرين كارد ساعتها بنقول حتى لو بالعرس. هذا هو الانترو. هلا قضوا نهار معي. واو that looks really good. بدي حدا يحف دغري بسرعة عشان يفوتوا لايف. وأخيرا خلصت شغل، فهلأ راح غير تيابي وانزل لأنه عازمين العائلة كلها. هي كذا شغلة بدنا نعملهم قبل بوقت لنخفف نهار هذا لحتى ما يكون عندنا كتير شغل، فراح انزل هلأ. بس عم غير تيابي. أنا أكتر شي بتسرسب فيه هو الشعر بالأكل. هلا راح ألبس تياب جديدة معلن ولا شعرة وراح أربط شعري. منيح انه اليوم حطيت عقل براسي وما نزلت على المكتب لانه برا عاصفة تلج مش طبيعية. نزلت هلا اول فلوج، حاسة مثل كأني عم بلش من اول جديد. تحكي ماما مع جدو على التليفون، سمعتها عم بتعيط. انا عم بتعيط بس انا جدو ما بيسمع. انا جهزت حالي للعشاء. هلا رح اعمل الفاينل تاتشز. ليب كومبو بس الستين من ألف بجنن، الليب جلوس من رود. شو فيكن بيلمع مثل المراية ليكم. بس رح البس السوارتي. من ساعة رح البس هيدي. بحب البس ساعة كرمال التاتو مش لاني مستحية منها، بالعكس كتير بحبها عادي، بس عائلتي ما بيحبوه فالبس الساعة هيك بتغطيها ما حش بيشوفها حدا. عندنا الخواتم. هيدا الخواتم، هيدا الصحن رفيقتي عملت لي اياه. هيدا it's very good. Stuck a bite this afternoon. It's very good. Wow. It's good. That's good. How do you rate? 15 on 10. 15. حطيتها فاتورة القهوة بالفراستنج؟ Yeah. Anyway, One that's what I like. spoon. استطعمت فيه. أنا وظيفتي بالحياة جلاية خلص. يعني شو بقيت ساعة واقفة على إجري، ظهري مكسر بس أنا قاعدة عم بجلي. جبنا بيجامات ماتشنج أنا ومام وأختي، فرح نلبسهم. رح شيل ماي ميك اب، رح أحط ماسك، رح أدهن إيدي كل شي ما في كريمات، وألبس كفوف لأنه كتير عم بتشققوا. حتى هون صار يطلع قدام قد ما إني ناشفة، مع إني كنت عم بجلي بالكفوف بس أبصر. هيدا الماسك بده 3 ساعات ل4 ساعات بتحول بصير شفاف. رح البس هول الكفوف وعندي اياهن كرمال هلا الكريم بيفوت على قلب ايدي وبيمشي حاله. نازله فزعه على بيي. 3 hours later.
نوع بتحمم اجى على بالي قص شعري. انا من النوع اللي لما افكر بشغله لازم اعملها بساعة الساعة. I think رح اعيط لمام وخليها تقص لي شعري. I did it. هي اول شي قصت لي بس هالقد، قلت لها لا بدي اكتر، قلت لها اكتر، قلت لها اكتر قوي قلبك قصي لي شعري. قالت لي لا وحرام ودعانة وعارف شو. قلت لها قصي لي اياه خلص انا مش فيه. شعري كان كتير محروق وكتير ناشف من ترافو، بس هلا عليكم قد ايه صار شكله صحي، شكله فيه حياة، فيه ما بعرف، كتير مبسوطة فيه. This is so funny. أحلى محل بالعالم محل الشوكولا. تفضلي. هلا اليوم الطقس مش هالقد، 9 تحت الصفر. لبست هالجاكيت اللي تعتبر شوي كيوت، بس اجريه مخبصين بالثلج. هتلاقوا برو شو فيكن كله جينز من تحت كله مي والبوت كله مي. حرارة برا 20 تحت الصفر، مشحر. عم دور السيارة لحميها لأنه دايرين أنا وأختي. من كم أسبوع أنا وأختي حضرنا موفي، رجعنا اليوم حضرناه مرة تانية. أوكي الفكرة تبع هيدا الموفي رح جرب إني ما أنزعلكن إياه، بس بدي أحمسكن حتى تروحوا تحضروه. مرة ختيارة بتموت. هلا بهيدا العالم الخيالي الواحد لما بيموت ما بيروح دغري على الجنة، بيروح على مثل محطة، محطة ترينز، وفي كذا جنة بنقي أي جنة بده يروح عليها وبيطلع بالترين تبعها وبيروح لهونيك وبيقضي آخر هونيك. هاي الختيارة بتموت، بتوصل على هاي المحطة. مين بتلاقي؟ جوزها الأولاني اللي هي بتعتبره حب حياتها. تجوزته كانوا بعضهم صغار، وبعدين بعد كم شهر بعد ما تجوزوا كان في حرب وراح يخطم بعدين مات. فهيدا أول شخص بتشوفه واقف ناطرها، صار له 60 سنة ناطرها بهذه المحطة. تاني شخص بتشوفه جوزها التاني، جوزته كم سنة من بعد ما توفى الأولاني، وعاشوا عشرة عمر مع بعض، عندهم أولاد وأحفاد وذكريات. فبتوصل لهي المحطة بتلاقيهم اثنيناتهم ناطرينها، وبتصير هي بدها تنقي مع مين بدها تروح لتكمل آخرتها. ما بعرف كيف ما حدا فكر بهالفكرة من قبل. قد ايه هي فكرة كتير حلوة للموفي. حسوا حالكم إن انتو هيدي المرة، إنه أنا محلها شو كنت عملت، بروح مع الأول ولا مع التاني. والفيلم اسمه Eternity. هلا اذا منه موجود بالسينما ما انتوا عايشين، اكيد بيكون اونلاين بشي محل. اذا بتحضروه من وراي خبروني. اول مره بنصح حدا بموفي، بس هالقد حبيته وحبيت اني الكن عنه.